رايحين دلوقتي ناخد دينا اسكندر سوبرانو في الاوبرا. خلاص عرفت عليها، هي داخله هناك اهي. دينا اسكندر. حلو كده السوبرانو ده؟ لا احنا هنلف، اوكي هنقعد نلف براحتنا. لو نفسك تاكلي حاجه، نشرب حاجه، يعني ننزل نجيب شويه لب براحتنا خالص. ممكن لب ممكن لب. انتاج خدونا على مقله لب دلوقتي حالا. انا اول مره اتعرفت عليكي، بس طبعا مش بصوره شخصيه. كان في ترنيمه هل فاتتني اخر فرصه. كنت في ثانوي تقريبا. اوكي. وكانت ترنيمه مختلفه لان هي عامله زي ملحمه او قصه. فبنحكي قصه وبنشوف مشاهد من واحد وصاحبه راح. ايوه. وانت واقفه بكل وقار، حتى ما كنتيش بتعملي الحركات اللي كانت مشهوره ساعتها، اللي هو برنم في كده ومغمض عينيا. كنت تتكلمي كانك بتحكي قصه فعلا، وهل فاتتني اخر فرصه وكده عادي خالص. فكان الموضوع مختلف. بعد كده ابتديت طبعا اتعرف عليكي من خلال الايفنتس مختلفه. ودايما يقولوا السوبرانو دينا اسكندر. ايه بقى سوبرانو؟ اشرح لنا عشان احنا مش عارفين. طيب، هو الاصوات بتتقسم ل4 مجاميع كبيره. الستات سوبرانو والتو، والرجاله تنور وباريتون. هم اكشولي بقى مش 4، هم 6 يعني. 6 هنخش نتعمق اكتر. كنت عايزه سمبليفاي بس هم اكشولي 6 يعني. سوبرانو وميتسو والتو أيوة. او تنور وباريتون وباس. وطبعا كل تقسيمه من دي فيها تقسيمات تانية كتير. السوبرانو هو الصوت النسائي اللي بيغني النوت العاليه اللي هو انت. اللي هو انا. بس السوبرانو ده يعني متقسم تقسيمات كتيره جدا يعني. كمان جواه يعني انا سوبرانو ليريك. هو في سوبرانو كولوراتورا اللي هم صوتهم رفيع وبيغنوا نوت سريعه قوي. في ليريك اللي هو زي اللي هو الصوت عريض شويه. وممكن تبقى ليريك كولوراتورا يعني ممكن تغني تبقى صوتك عريض وتغني نوت سريعه برضو. وممكن تبقى مثلا دراماتيك اللي هو صوتهم تخين قوي اقرب للرجاله بس هم سوبرانوهات. في مثلا سبينتو اللي هم بيغنوا نوت عاليه قوي ونوت واطيه قوي يعني. في تقسيمات كتيره قوي. تحسيها اسماء مكرونه. انا سوبرانو كاربونارا تقريبا هي عشان يعني المزيكا بالظبط. يعني ايطاليا ليها دور كبير قوي في المزيكا وفي الغنى الكلاسيك بالذات. فمعظم الاسامي الناس بتستخدمها يعني ايطالياني. فانت الطبقه بتاعتك في انهي حته في السوبرانو؟ اذا كنا قلنا السوبرانو ده اللي فوق، ففي انهي واحده فيهم؟ الليريك اللي هي المتوسطه. هي مش الصوت الرفيع ومش الصوت اللي زي الراجل، بس اللي هو الصوت العريض الى حد ما. عريض. وعندي كولوراتورا مش حلوه يعني. فانا اعتبر ليريك كولوراتورا. انت في الموضوع ده من امتى؟ البدايه خالص يعني سنه مثلا 94. اوكي. بس هي كانت البدايه يعني كان جوزي بيشتغل في لسه بادي. قولي لنا مين جوزك. اتفضلي قولي لنا مين جوزك. جوزي قائد اوركسترا مايسترو ناير ناجي. ايوه. هو كان يعني حد تدخل كده ويعني زي يعني كانوا محتاجين حد بيانيست في الأوبرا وحد عمه يعني قال له تعالى وبتاع. فهو كان ناوي يعني في الأول يشتغل فترة صغيرة. المهم يعني ان احنا محدش طبعا فينا كان بيفكر خالص يشتغل الشغلانة دي. الفكرة ان احنا طول الخطوبة احنا اتخطبنا 3 سنين عشان انا كنت لسه في الجامعة. عشان اشوفه كان لازم اجي احضر الحصص الغنى دي كلها. لان هو كان بيشتغل من الصبح بالليل. يا عيني. ده ايه الخطوبة دي؟ مش رايحين نقعد في مكان حلو ونقول كلمتين. لا هنقعد في حصص غنى. بس انا كمان اول مرة يعني اتفرجت على حد بيغني بالطريقة دي لايف ما صدقتش نفسي يعني. قلت ايه ده؟ ازاي انا ما اعرفش ان الحاجة دي موجودة قبل كده؟ وكنت متاكده ان انا عايزه اعملها. انت ما كنتش عارفه انك بتغني؟ بس لا كنت بتغني. لا بغني طبعا بس ما اعرفش ان في حاجه اسمها غنى اوبرالي. ما اعرفش ان في اوبرا. ما اعرفش انه بيتغنى بطريقه معينه. ما اعرفش انك ممكن تروح تدرس غنى يعني. احنا طول عمرنا طبعا انا اول كونسرت في حياتي كان عندي 10 سنين فاكراها كويس قوي. كنت في المدرسه. كنا بنعمل كورالات كده كبيره وده كان الاحتفال ب100 سنه في ان مدرستي بقى لها 100 سنه. فده كان اول كونسرت وكانت ركبي عماله تخبط. بس طول عمري بحب الغنى طبعا يعني. كان في المدرسه وفي الكنيسه. كنا بنعمل برضو كورالات شويه كلاسيكيه في كنيستي. انا من كنيسه سراي اسكندريه. اسكندرانيه. انا وناير. وناير صح. انا كنت ناسي الموضوع ده.
وبعد كده كان في فريق انا ونير كنت فيه، بس انا مش عايزه الخبط المواضيع، ارجع لك أيوة. الاول. فابتدينا كورالات واحنا صغيرين، بعد كده اتعرفتي على المايسترو ناير. اتعرفت عليه في باند كان عندنا زي الباتر لايف كده، كان اسمه فريق البشاره. كنا على طول بنعمل خدمات مع بعض كده. حلو قوي. وبعدين بقى قبل ما نتخطب برضو كان ناير بيعمل اول كونسرت ليه في ضمن يعني التدريب السمري كورس ده اللي اتعمل. وانا رحت حضرت، طبعا ما كانش لسه في حاجه يعني. وبعد كده بقول لك بقى واحنا مخطوبين عشان اشوفه كان لازم اجي احضر دروس الغنى، فكنت غصب واقتدار. لا يعني هو كان بيشتغل كل يوم. وانا طبعا يعني بقول لك انبسطت قوي قوي، ما صدقتش ان في حاجه حلوه كده. وكانت المدرسه دايما دكتوره فيولات مقاره الله يرحمها، كانت كل ما يبقى في وقت فاضي ما بين اتنين بيغنوا او كده تقول لي عايزه تغني؟ اقول لها ايوه عايزه اغني طبعا عايزه اغني. فكانت تقعد تخليني اغني واعمل فوكاليزات وكده. بس انا ساعتها كنت ساكنه في اسكندريه، فما اقدرش ابتدي دروس. والتدريبات هنا؟ تدريبات في القاهره. بس اول بقى ما اتجوزنا اللي هو سنه 97 قلت عايزه ابتدي غنى على طول. ما كنتش عايزه ابقى مغنيه اكيد، بس كنت عايزه اتعلم وعايزه اغني كويس في الكنيسه. يعني كنت بتضايق قوي لو مش بنغني كويس في الكنيسه. والناس تغني كويس بره الكنيسه، يعني يبقى البروفيشنال بره بس. برافو عليك. ده كان التوجه. بعد كده بقى الجزء اللي هو يعني الاحتراف ده جاء بالتدريج وبالصدفه. لانه شويه بشويه الناس اللي في مجال الكلاسيكي ابتدوا يقولوا لي تعالي اعملي معانا حفلات، وشويه شويه برضو الطريقه الكلاسيكيه او يعني الكورالات وكده ابتدت تقل شويه في الكنائس. فلقيت نفسي انا في الحته دي، لقيت نفسي بشتغل بعد شويه وانا يعني مش واخده بالي. وطبعا كان في صراع، يعني ايه هبقى مغنيه؟ مفيش حد كان بيشتغل الشغلانه دي قبل كده، يعني في جيلي انا ما كانتش دي حاجه عاديه. ويعني هيبقى غريب. طب كان بيخبط في الحته الكنسيه بتاعتك او لا؟ لا ما كانش. لا ما كانش عندي اي شك دي حاجه كويسه ولا لا، بالعكس، لانه يعني هي اكيد كويسه. اولا ربنا حاططها فيا، مش ممكن يحط فيا حاجه مش كويسه. ثانيا يعني انت بني ادم متكامل، يعني هتشتغل او هتروح الكنيسه او هتقعد مع جيرانك، انت نفس البني ادم. فمش بحب اجزأ يعني ده روحي وده مش روحي. انت كلك روحي، صح، لان ربنا ساكن فيك يعني، وانت بتاع ربنا، فانت كلك روحي. تروح بقى فين، تشتغل ايه، تعمل ايه، مش مشكله يعني. بس كنتش حاسه ان في تعارض ما بين ده وانه انا بعيش حياه الايمان؟ لانه بسبب ايه؟ طيب انا عايز اسالك، مش عايزه بسبب ايه؟ يعني هل طبيعي ان يبقى في مثلا مجال معين ما فيهوش ولا حد بيشتغل فيه ابن ربنا او مسيحي؟ الا لو مجال مش مظبوط كله. لا يعني اوكي لو تجاره مخدرات الحاجات الاكستريم لا مالناش دعوه بيها. بس هو يعني مفروض ان احنا نكون متواجدين في كل حته، داخلين في العالم، بس العالم مش فينا. جميل. بس احيانا الناس تبص على الغنى ده يقول لك ده حاجات عالميه. مش المفروض ولاد الله المرنمين اللي قدام المؤمنين الحلوين ما يعملوش ده. هل ده كان بيحصل معاكي او اترميت لك كلمه كده من البيت او من الكنيسه، ولا ما حصلش؟ نشكر الله. لا ما حصلش. يعني ممكن يكون الناس كانت هي عندها شكوك او يعني حاجات جواها ممكن يكونوا عبروا عنها، بس انا دي مش حاجه هزتني يعني. لانه بالعكس، يعني انت مفروض يعني جيزس او يعني يسوع ما كانش بيبقى قاعد في الهيكل، صح. هو كان طول النهار بيتمشى ويكلم مع الناس ويروح لهم في بيتهم ويشوف المشكله. يعني هو عايش في الدنيا، والتلاميذ نفس الحاجه. وبحس ان الخدمه الحقيقيه يعني او الاصعب هي اللي بره الكنيسه. ايوه. فكنت حاسه ان في مجال ان انا طبعا يعني اعلن عن واشهد عن الرب جوه في اي مجال تاني، زي واحد بيشتغل في مصنع بالظبط. مش فارقه كتير. فهمتك. فبالعكس ده ممكن يكون في احتياج لحاجه زي كده. واهم من كل ده يعني انت مين، ربنا خلقك مين. انا قعدت 7 سنين الحقيقه انا يعني بحاول اعرف انا مين. اوكي، كانت مرحله مش لطيفه. اول ما يعني بعد ما خلصت كليه واتجوزت حسيت اوكي دلوقتي لازم ابتدي حياتي الحقيقيه يعني، وانا مش عارفه انا مين او عايزه اعمل ايه او
ربنا حطتني هنا ليه، وكان صراع بقى. يا صراع جامد. لخبطه. يعني مش عايزه اعيش باي طريقه او اعمل اي شغلانه، عايزه اعرف ربنا خلقني ليه او انا مين، فاهم؟ فقعدت بقى جربت شغلانات كتيره جدا مش هتصدق يعني. زي ايه؟ زي ويدنج بلانر، زي اديتور، زي شركه طيران، الله. زي موبيل اويل دي كانت شركه كبيره قوي طبعا. ويعني ناس كتيره تحب تشتغل فيها. مجال كبير تكبر فيه. دي كانت اول شغلانه يعني اشتغلتها. ويعني قلت انا ما كنتش مبسوطه ابدا، وكنت فاكره ان انا بتدلع يعني كل يوم مش طايقه اروح الشغل، وقلت لا ما فيش حاجه اسمها كده، كل الناس بتروح الشغل يبقى انا كمان لازم اروح الشغل. مش هتزمر على الشغل. يعني انا اكيد بتدلع لان مش بقول مش عاجبني لازم اكمل. قعدت سنه يعني بضغط على نفسي كل يوم هموت، بس افتكرت ان هي دي الحياه يعني، فاهم؟ لغايه ما في الاخر استقلت مش قادره يعني، قلت خلاص بقى يعني مش قادره، اكيد مش هو ده. بس فبقول لك بقى جربت حاجات كتيره قوي في ال7 سنين دول مع الغنى. يعني كنت باخد دروس غنى على اساس ان انا بقول لك اغني كويس في الكنيسه او كده، لغايه لما ابتديت احس ان لا الموضوع ده هو ده اللي هيبقى شغلي يعني. وتوجهت للموضوع ده. طيب قبل ما نسال الاسئله بتاعتنا في الكروت الجميله دي، ايوه معانا ورا كشك اوكي في كل حاجه يعني نفسك فيها. اوكي. في معانا عصاير وشوكليت وشيبسات وحاجات كتير قوي قوي. يام. فاختاري حاجه، او لو عايزه نروح مكان نجيب حاجه انا معاكي. لا انا حاسب صدقيني بجد مش هدفعك ولا جنيه. اي حته يا رب ما تقولش حاجه غاليه. لا عايزه شوكولاته اكيد. طيب لا على ما فليك. ما بحبهاش انا بجد. بحسها فيها هوا. بس عايز الشوكولاته اللي هي الثقيله. لا انا بحبها. يلا اتفضلي. والاسئله بتاعتنا كل سؤال واخد تيمه من العربيه، يعني واحد مره تبقى شد فرامل، اشاره حمراء، دوس بنزين. اوكي. وكل واحده ليها معنى، كل سؤال ليه معنى. اوكي. وعندنا حوالي 100 سؤال، فبناخد منهم شويه لكل ضيف. طبعا مش هنسالك ال 100 سؤال ما تقلقيش. خساره كنت عايزه ال 100. بجد اول ضيف يقول كده. عايزه ال 100. ضيف يقول لي يا نهار ابيض 100. هنسال بقى وهنستطرد في النص براحتنا. براحتك. ونعيش. لا انا عايزك انت اللي تتكلمي، انا بقعد اقول وخلاص وبسوق. اوكي. اتفضلي. طب كل الاول الشوكليت الاول، كل الشوكليت الاول. يلا حلوه. لما تحتاجي قهوه قولي لي. اوكي. ما بشربش قهوه على فكره اصلا. طب كويس. ممكن شاي. شاي. اول سؤال هل تعتبر نفسك اسمه دوس بنزين. تمام. هل تعتبر نفسك سواق جريء ولا حذر؟ ده في حياتك طبعا، مش في السؤال الحقيقي. طب في السؤال الحقيقي انت اصلا بتبقى حذره ولا جريئه مقدمه؟ بص حوادث. لا يعني كنت دايما بزنق على النقل الكبار قوي وكده. نعم. هقول لك مش الناس الطبيعيه مش الطبيعيه. عشان انت عشان تاخد رخصه نقل لازم تبقى سواق شاطر قوي. ايوه. فكنت ببقى مطمنه ان انا لو زنقت على الكبير ده بتختبريه. هو شاطر، فهو يعني مش هيعمل حاجه. مش هنعمل حادثه. طب وافرض ما خدش باله، يعني افرض سهو وخطا. لا يعني الحمد لله ما حصلش عشان كده مع بعض. بس ناير كان بيتجنن بقى من طبعا. حد يزنق على اللوري الكبير قوي، انما الحاجات الصغيره ما احيانا بيعتبروها تحدي، فيبتدي يغتت عليك يطلعك على الرصيف. بالعكس، ومثلا يسيبني اعدي ويزمر لي وازمر له وكده يعني. ما بيحصلش معايا ليه الكلام ده؟ لا انا بحب قوي الحاجه دي. طيب هل تعتبر نفسك بقى في الحياه وفي الخدمه سواء جريئه ولا حذره؟ جريئه. بحس انا جريئه بالدليل يعني شغلتي. ان انا عملت حاجه يعني مش مألوفه. مش بس مش مألوفه، هي يعني مرفوضه كانت بشكل كبير غالبا، وممكن تبقى لسه مرفوضه. يعني ناس كتيره مش بتفهم ده ايه او بتعتبره سويت او الحاجات البعيده دي بتاعت الناس اللي كده اهو. ايوه. الاغنياء بقى ولا الناس الارستقراطيين وخلاص. مثلا. بس انا طبعا عمري ما عملت كده علشان هي غريبه خالص. بالعكس انا شخصيتي الاصليه بحب ابقى زي الناس. اسال ناير برضه جوزي. اساله ما يجي هنا. ايوه. اول ما ابقى احس ان انا شبه الناس برتاح، بس انا مش دايما ببقى شبه الناس. مقدمه.
يعني مش مقدمه، انا ببقى بدور على انا مين زي ما قلت لك، مش ببقى عايزه اعمل اي حاجه وخلاص، وببقى عايزه ابقى 100% نفسي، ويعني ومعتقداتي وشخصيتي والطريقه اللي ربنا خلقني بيها. خلقني انا الوحيده اللي دينا وانت الوحيده اللي نمنم، وكل واحد لوحده. فمش بحب يعني ابوظ التفرد، التفرد اللي ربنا عامله لكل حد فينا. أيوة. فاهم قصدي؟ فهو مش معنى ان انا جريئه مثلا ان انا مش بخاف او مش بتردد، بالعكس برضو بتردد جدا وكده، بس بكمل. يعني لما باخد جرين لايت من ربنا في حاجه، هنكمل بقى، هدوس بنزين، هفشل، هنجح، هفشل، هاخد تريقه، هاخد اكسس يعني نجاح، هاخد مقاومه، اي حاجه انا داخله وات ايفر بقى. يعني طبعا بيبقى صعب، مش معنى كده ان انا برضو لو حد مثلا اتريق ان انا مش بتضايق، بس بكمل. فانا بعتبر ان الجرأة بتاعتي مش يعني هي جرأة هاديه، يعني فيها كفاح اكتر ما فيها قوه. انت قلتي لما باخد الجرين لايت من ربنا. طيب عايز بطريقه عمليه تحكي لنا يعني ايه باخد الجرين لايت من ربنا؟ اوكي. طبعا موضوع شغلي ده كان مش سهل ابدا، القرار يعني. وعملت اول كونسرت كبيره، كانت على هامش افتتاح مكتبة اسكندرية، وكان عمل كبير، كان كاتبه ناير برضو جوزي، وما غنتش كويس، او يعني ما اتقبلش كويس، لان انا طبعا كنت لسه في البداية خالص، ولسه التكنيك او اللي هو الصنعة بتاعت الغنى الاوبرالي لسه مش متكونة كويس. ويوميها قلت انا مش عايزة اعمل كده تاني ابدا خالص، يعني هنسى الموضوع ده، هنسى الغنى كله يعني. وبعد كده مش لعبتي. قلت انا مش هعمل حاجه، مش عايزه اتحط في الموقف ده تاني. بص هعيط. انت اصلا لازم تعرف ان انا حد بيعيط طول الوقت يعني، فايه ما تتخضش. لا اللي عارفيني بياخدوا العياط. وبعدين فيوميها بقى حصلت حاجه مش بتحصل لي كتير. بس حد كان حاضر الحفله دي، وهو حد طبعا مؤمن وكده، وجاء قال لي كل اللي كنت بفكر فيه نمنم. اوكي، عمرها ما حصلت لي. كل اللي بفكر فيه وكل اللي كنت حاسه بيه، وقال لي من غير ما يعرف، يعني رساله كده غير مباشره من ربنا، اللي هو يعني انا عايزك تعملي الحاجه دي. اوكي. استنى. وبعدين فطبعا اتخضيت جدا، لان انا طول عمري بقول لربنا حاجات من اللي هو مثلا لو عايزني اعمل كده خلي يعني النور ينور، حاجات هبله طول عمري. اوكي. وربنا الحقيقه كان يعني بياخدني على قد عقلي وانا صغيره، يعني يعمل لي يعني يفهمني بالطريقه اللي هفهم بيها. فاهم؟ فدي كان بالنسبه لي حاجه يعني خضتني، وطريقه بتفهم بيها اللي انا بفهم بيها. في حد جالك وين ما يعرفكيش؟ لا يعرفني، بس هو هيعرف منين انا قاعده بفكر مش عارف الستراجلز بتاعتك. يعني فجاي لك مخصوص يقول لك عن الموضوع. وهو مش عارف، يعني هو مش جاي بقى قال لي عندي رساله من ربنا والحاجات اللي ساعات بتحصل، مش كده خالص. قال لك ايه طيب؟ هو كان بيتكلم معايا عادي عن اللي شافه في الحفله، واللي هو من وجهه نظره يعني كان بيدور في مخي او كنت حاسه بايه او كده. وبعدين قال بقى الكلام ده اللي هو بالنسبه لي انا كان ربنا نزل. نزل. طبعا انا مش بقول ان دي الطريقه اللي ربنا بيتكلم بيها مع الناس دايما. معاك انت حصلت معاك انت؟ حصلت يعني مره. اوكي. ومحدش يعتمد عليها وكده، لكن من كتر ما انا كنت مقرره ان انا مش هعمل حاجه دي تاني ابدا، غالبا ربنا اضطر يعمل حاجه يعني جامده. فاهم؟ بس فهو الكلام يعني هو الشخص اللي قاله عمره ما عرف ان ده كلام كان مهم بالنسبه لي. فاهم؟ اكشلي يعني من في وقت الكورونا بس كنا عاملين كده حلقه صلاه للعيله كبيره على زوم يعني every week، وهو كان في الحلقه دي، وده الوقت الوحيد اللي انا قلت له ان يعني المسج او يعني الكلام اللي هو كلمه معايا ده عمل ايه في حياتي. ده كان سنة حاجة يعني 97 برضو يعني 97. ولسه لما بتفتكري دلوقتي بتعيطي؟ لا انا اصلا شخص بيعيط. اسأل اي حد عارفني. وبرضو مش بتضايق من موضوع العياط، عشان هو يعني احاسيس عادية عندنا،
ومش دايما بتبقى حزن يعني. لا انا فاهم آه. ان لغايه دلوقتي لسه الموضوع ده مأثر فيكي وحاسه بالامتنان للرب انه كلمك كده. اكيد طبعا. لا وعموما انا بقول لك يعني شخصيتي بتاثر بسرعه. وفكرني اقول لك حاجه على موضوع التاثر بسرعه ده، بس هكمل اللي كنت بقوله. ماشي اتفضل. وبعدين فيوميها انا كنت ناويه يعني مش هغني، يعني مش هغني لا كلاسيك ولا في الكنيسه يا نهار ولا في الدش يعني. قلت مش هغني تاني ابدا في حياتي. اوكي كنت ناويه يعني، وانا لما بنوي خلي بالك بنوي. وبعد كده لما بقى لي الكلام ده قلت لا مش هينفع اللي انا فكرت فيه ده، يعني لازم اعيد النظر وكده. وفضلت فتره بقى سنين، يعني مثلا 4-5 سنين عندي داوتس، يعني عارفه ان انا عايزه اعمل كده وعندي داوتس، وربنا بيكلمني جامد. مش حاجات مش بقوه المره دي، بس دايما لما ابقى يعني همشي اخد رساله جامده من اي حاجه بقى. يعني كان من اكتر الحاجات اللي كانت بتديني رسائل كانت البرامج المسيحيه ديفيد جيرمايا لو تعرفوا. أيوة. وديلسي برونر. ده اكتر حاجه. ومن ناس يعني طول الوقت ربنا بيكلمك بطرق مختلفه بس بتفهميها، طرق بتعرف تسمعيها اللي انا بفهمه. ايوه هو كده. اللي انا افهمه. فكل ما اجي انخ يعني اخد حاجات من دي فاكمل وقود. وعايزه اقول لك ان في الاول يعني حتى جوزي ما كانش شايف ان ده احسن حاجه اعملها. قال هنبقى احنا الاثنين في المجال ده، هيبقى المجال صعب قوي ومش دخل مش ثابت يعني. حتى هو ما كانش شايف ان دي فكره كويسه في الاول، وانا مكمله. وبعد كده لغايه مرحله معينه بقى لما بقى عندي يقين تماما ان ربنا عايزني اعمل الحاجه دي، بطل يعني يتدخل تاني. خلاص انت عندك يقين بقى. حتى فانا يعني القرار ان انا اكمل او ما اكملش هيبقى راجع لي انا، لان انا متاكده ان ربنا قال لي اعمل كده. فاهم؟ فلم كل المرات اللي كان بيبقى فيها يعني صعوبات او كده كنت بقول ما ينفعش اوقف، لان انا عارفه ان انا لازم اعمل كده. وزي ما قلت لك بغض النظر بقى عن النتيجه، يعني يطلع كويس خلاص انا واخده الجرين لايت اللي قلنا عليه في الاول، فانا دايس. هو ربنا مش شرط ان هو يقولك تعمل حاجه فانت بقى تبقى ناجح وما حصل، يعني مش شرط. ممكن طبعا يعني كان الرب مع يوسف كان رجل نجاح بالظبط، لكن ممكن مش دايما برضه. بس فهمت. فانت ده الجرين لايت اللي كان ليك من الرب، فدوستي البنزين نقول بشجاعه، مش عايزين نقول جرأة غشيمه، لكن بشجاعه، لانك شايفه حاجه وعندك يقين من امر معين وقد كان، وادينا شايفين النتيجه. فدايما لما بنسمع صوته مظبوط وبس مظبوط، ويبقى عندنا الحواس المدربه اللي بتسمع، يبقى عندنا نور اخضر او ضوء نتحرك عليه، نقدر نتحرك ساعتها وندوس بنزين بكل شجاعه. ايوه بمثابره. هي الشجاعه بتاعتي في صوره مثابره. ايوه. وكمان يعني بقول لك بعد ما اتاكدت كذا مره اخد another green light فكملت بقى. طيب السؤال اللي بعد كده، لا على مالك خالص كل الشوكولاته، احنا لو ما جابولكيش الشاي قبل ما تخلص الشوكولاته. لا عايزه الشاي. لا يعني هضطر اخد واحده تانية. براحتك معانا كتير جدا، شارين ب 20 كيلو شوكولاته هناك. كويس قوي. طيب يو تيرن. هل رجعت قبل كده لطريق كنت سبته؟ ما سبتش حاجات قوي بصراحه، يعني مش قادره افتكر حاجه ميجر سبتها. يعني في حاجات مثلا طلعت في النص ميديا ريليتد برضو بس مش دايركتلي بتصب في شغلي، دي سبتها. زي مثلا انك تهوست برامج او حاجات زي كده. عملتها في فتره، عملت ابره وخيط مع ماجي مريم. بس كنت حاسه ان الموضوع ده مش عايزه اقول بيضيع لي وقتي، يعني بياخد من الوقت بتاع المذاكره والتحضير وكده. وساعتها برضو كان لسه ولادي صغيرين وعندي مسؤوليات كتيره قوي، فما حبيتش اعمل كده. ولادك قد ايه دلوقتي؟ 26 و20. مش معقول. يا نهار. اسمهم ايه طيب؟ كريم وباسل. ولدين. الله.
هم عايشين في المانيا هم الاثنين. واحد بيشتغل مساعد مخرج في المسرح رائع. والصغير بيدرس هندسه صوت واداره يعني ميوزك مانجمنت في المجال. ما هو غالبا كلهم هيطلعوا فنانين. يعني والصغير كمان بيعزف بيانو حلو قوي وجيتار ودرامز. رائع مزيكا وكل حاجه. الله. ايه ده ما شفتهمش قبل كده. عايزك تورينا صورهم بقى نوريها للكاميرا بعد شويه. اوكي طيب طب مش لازم يبقى يوتيرن رجعت للطريق كنت فيه، بس ممكن تبقي ماشيه في طريق معين في حياتك. مش لازم يبقى كل كلامنا عن الغنى وكده، لكن ممكن يبقى في حياتك وانت ماشيه في طريق قررتي انه لا لازم ارجع يوتيرن. حصلت معاكي قبل كده؟ لا مش فاكره بقول لك حاجه معينه اكون يعني رجعت خالص. انا دايما بمشي واتعلم واكمل واغلط وافشل واكمل يعني. بس هو اتجاه واحد بمشي فيه. بس دايما يعني بتروحي الميادين وتلفي وتكملي، لكن ما فيش يوتيرن وترجعي. لا ما فيش يوتيرن وارجع مع كل اللي بقول لك يعني الصراع او التردد او اللخبطه. بس انا يعني ماشيه اتجاه واحد في الاخر. الحمد لله يعني. طب نشكر الله. الحمد لله. على فكره احيانا اليوتيرن بيبقى لتصحيح وضع معين، او انه لا غالبا انا مشيت غلط. طب ده يدخلنا على سؤال هنا. تلاقي في سؤال فيه جي بي اس. دوري عليه كده. ندور جي بي اس. ايوه لما تحس انك ضعت بتلجأ لمين؟ ايوه بص السؤال. طب ممكن تشرح لي دي شويه؟ تهت في طريقي، تهت في حياتي. عامة بتعتمد على الجي بي اس الفعلي. اوكي. بتعتمدي عليه اصلا ولا بتخافي منه؟ لا بعتمد عليه جدا. جدا جدا. انا اصلا بقول لك اسكندرانيه. وما جيت القاهره ببقى دايما ساكنه يعني مش ببعد قوي عن الحتت اللي انا اوريدي عارفاها. وما اعرفش اسامي الشوارع خالص، لا هنا ولا في اسكندريه. يعني انا ببقى عارفه المكان بس ما اعرفش اسمه. لو هروح السوبر ماركت اشغل الجي بي اس. لا مش الدرجه دي، بس يعني قصدي ما اقدرش اقول لك مثلا الشارع اسمه ايه، بس ممكن اروحه. فلما ببقى رايحه اي حته جديده طبعا لازم جي بي اس على طول. بس الجي بي اس ساعات بيخدعك. فانت لازم ما تديش يعني زمام الموضوع للجي بي اس بالكامل، لان لازم تفضل منتبه يعني. طيب لو انت ضعتي بقى في الحياه وتهتي في الحياه بتعملي ايه؟ طبعا هو ربنا طبعا دايما مفيش غيره، بس ممكن انت بتبقى عايز حاجه مباشره اكتر او حاجه انسانيه اكتر، فبيبقى جوزي طبعا نايم. لا بهري. احنا اصلا الخطوبه كلها يعني احنا بنتكلم كتير جدا. انتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟ بقالنا 28 سنه. يا نهار ابيض. يا جماعه شكلكم اصغر من كده بكتير. انتوا اتجوزتوا وانتوا لسه مراهقين. طب كده اتفضحنا. اتفضحنا. انت اللي بتقولي. انا مش بقول 28 سنه. مش كارين 26. يا جماعه شكلكم اصغر بجد يعني. دايما بنقول كده نجامل الستات، بس دي حقيقه. انا دلوقتي بتكلم بجد. انت وناير شكلكم صغير، شكلكم ما يديش خالص 28 سنه جواز. خلاص مش معقول الحته دي. الصحف في المونتاج يا جماعه مش معقول. ايوه احنا يا دوبك 3 سنين. فكنت بتهري من الخطوبه. يعني ولغايه دلوقتي يعني انا بحب جدا اتكلم مع ناير. مش دايما بتكلم مع كل الناس. الله حلو. انا على فكره انا وانا صغيره يعني حد بيكسف جدا جدا يعني. لو كنتش لو اخش مثلا مع مامي في حته ما طلعش وشي اصلا يعني. بفضل مستخبيه في ماما كده لغايه اما نمشي من الحته دي. وان جنرال ايم شاي حتى دلوقتي، حتى مع كل الكلام او ان انا بطلع المسرح او كده، بس شخصيتي الاصليه شاي خجول. ناير. انا مبسوط قوي انك بتقولي كده. متجوزين بقى 28 سنه. عاده بيبقى خلاص بقى كبرنا العيال وبتاع. فاللي هو يعني انا سوري يعني في الكلمه انا بص في خلقتك بالعافيه. دلوقتي انت بتقولي لا لكن انت بتتكلمي عن الموضوع. انا على طول من غير تفكير ناير. لا ناير طبعا. جوزي بروح له لما بتوه. طب اصل احنا اصحاب قبل ما نتجوز. يعني احنا اصحاب من واحنا يعني انا دخلت الفريق بتاعنا ده كان عندي 12 سنه وهو كان 16. كنا صغيرين قوي. وهو كان دايما بحسه يعني الاخ الكبير او كده، واروح اساله رايه بتاع يعني. ما كانش اي حاجه. مش حب يعني في الاول. ايوه صداقه بجد يعني. ده اللي بيفرق على فكره في الجواز. لما تبقى يعني دايما بقول لكوكي مراتي احنا متجوزين بقالنا 4 سنين. ايه ده بس؟ شوف يا اخي انا جاملها واقول لها ايه تقول لي ايه. اوكي طب جاملين قولي. لا ايوه قليل قوي.
كوكي صديقتي قبل ما نبقى متجوزين. ايوه. فدايما بحس انه الصداقه مم. يعني اتجوز صديقتك، مش صاحبتك اللي هي بالحب، لا صديقتك. أيوة. الصديقه اللي بتعرف تحكي معاها، والعكس صحيح طبعا. أيوة. فكونك انك بتقولي احنا كنا اصدقاء قبل ده اللي فارق في 28 سنه جواز. لسه بتقولي دلوقتي لما بتوه بروح لناي. ايوه. يعني طبعا يعني في اوقات كويسه واوقات مش كويسه، عشان بس ما حدش يعني ما ضللش حد ان حد يبقى فاكر ان الجواز ده دايما مثالي او كده. بس دايما بنتكلم يعني وبنتخانق وبنزعق، بنعمل كل حاجه. بس دايما يعني الكلام متواصل. بس فاحنا يعني انا قلت الكلام ده برضو قبل كده في برنامج. انا بحب التحليل قوي، مهم يعني في استمراري في الحياة. التحليل لازم افكر واشوف الحاجات عاملة ازاي واسبابها وصح ولا غلط، و يعني المفروض اعمل كده ولا مش مفروض. فالكلام ده وناير برضو يعني هو مش بيفكر كتير زي قبل ما يتحرك، بس هو بيعرف يحلل يعني. فبنقعد بقى نفصص كل حاجة في الدنيا. يعني احنا بعد افتتاح المتحف طبعا احنا فخورين بيكم جدا في المواضيع دي. ثانك يو. بعد الموضوع ده كنا هنموت طبعا احنا الاثنين من التعب. من طبعا. انا كان عندي سفريات وهو كان عنده ده، وكنا هنموت. قعدنا في البيت لغايه امبارح يعني كل يوم نتكلم الصبح بالليل بنتكلم. بس فبقول لك بقى لما بحتاج مساعده او بتوه او كده بتكلم مع ناير. وهو طبعا دايما عنده يعني الاساس الايماني، اساس الروحي اللي بيقوم الموضوع. ايوه. فبينفع نتكلم عن الجزء اللي هو الواقعي يعني، او المشكله الحياتيه، مع الجزء نفس الايمان او نفس التفكير. وعاده بنخلص الحاجات دي بصلاه يعني. هو بيصلي اكتر ما انا بصلي، يعني بنصلي مع بعض، بس هو اللي يقود يعني. بس مش بقى بتتحل في ساعتها ولا اي حاجه من الكلام اللي هو المفروض اقوله، لا. يعني المشاكل بتفضل ولا جديد. عايز اسمع، احنا عايزين نسمع ده، لانه احيانا بنتخيل انت دلوقتي بتقولي احنا بنقعد ونحلل ونحكي وبعد كده بنصلي. في ناس بقى متخيله الله على الموضوع المثالي. لا. ما بيحصلش. بنصلي لكن المشاكل مستمره. طبعا. وسنين برضو. ما بتفقديش الامل طيب من كتر ما احنا بنصلي والامور ما بتتحلش؟ برضو ما بفقدش الامل، يعني مش عشان انا شاطره او كده، علشان يعني ربنا اللي ضامن الحاجه، ربنا يعني. فصلاتنا هي نوع من انواع التسليم طبعا. صح طبعا. ويعني انك بتطلب مساعده، يعني محتاس او وات ايفر او مش عارف. وربنا بقى يعني بيعدي بينا في الحاجات دي، بس بالراحه. يعني مش هنصلي قمنا خلاص خلصت، لا، ما بيبقاش كده. بيبقى في زي الكاريرز بتاعنا، هي في صراع مستمر يعني، فاهم؟ بس وبعدين ابتديت احس ان هي دي الحياه يعني. انه ان انت يعني بتفضل تتشكل لغايه لما توصل لان انت قادر تروح السما. لانه ما تهيأليش انه يعني مثلا 10-20 سنه حتى دلوقتي، بس يعني لو انت مش ما بقتش الشخصيه اللي هتقدر تكمل في السما، يبقى لسه لازم تفضل. يعني طبعا وجهة نظري المحدودة، مش عايزة اكيد موضوع اكبر من كده، بس بحس ان ده ضمن العوامل يعني. ان ليه الله بيشكلنا للشكل الآنية اللي هتبقى موجودة في السماء. ده اللي قصدك تقوليه. يعني احنا المفروض هنعيش كلنا مع بعض للأبد. ودي حاجة صعبة. ايوه غريبة وصعبة. فا I think ان تفضل شخصياتنا تتغير. اللي هو ونحن ناظرين في المرآة نتغير لتلك سرعة من مجد لمجد، تبقى اكتر زي يسوع يعني. لغاية لما ينفع انه خلاص ده الوقت يعني. دي وجهة نظرك عن الموضوع. وجهة نظري عن الموضوع. في موضوع التشكيل، لان احنا اصلا يعني ايه سبب ان احنا نيجي نتولد ونعيش على الارض؟ فاهم يعني ايه السبب؟
اذا كان احنا اصلا في الاخر هنوصل نوصل للسماء. في الخطيه انا فاهمه طبعا يعني مش لازم نتكلم عن الموضوع ده، الخطيه والطرد من السماء، لكن البروسيس ده هو تنقيه، تغيير، تحسين. تمام. فالصلاه هنا بتعمل نوع من انواع التشكيل للانيه. الصلاه بت يعني انت ربنا بيحترم وجهة نظرنا وبيحترم ارادتنا، فانت الصلاة بتدعو ربنا ان هو يعني بليز ادخل في المشكلة او في حياتنا او كده، لان يعني طبعا هو يعرف ما تحتاجون قبل ان تطلبوه كل ده، لكن هو برضو بيحترم ارادتنا وبيحترم شخصياتنا وكده، فبنحب نطلبه يعني. تمام. انا عاجبني موضوع انك انت وناير بتاخدوا وقت للصلاه مع بعض، ودايما بتحكوا مش بس بنحكي في مشاكلنا، واحيانا بتسود في وشنا ونقعد نلطم سوا، لكن لا، احنا جايين نحط الامر قدام رب وبنصلي مع بعض. احيانا كتير حتى في مجتمعات المؤمنين المختبرين ما بيحصلش ده يعني. كل واحد يصلي لوحده، هنصلي مرة وخلاص، لكن من الواضح ان دي عملية مستمرة عندكم، حتى وان كان في بعض الاوقات ما فيش بطريقتنا او بفهمنا المحدود مفيش استجابة ايجابية للصلاة اللي احنا بنصليها في المشكلات. ما كانش كده في الاول برضه، عشان ما احبش ادي لحد فكرة عن مثالية غير موجودة. في الاول احنا يعني بداية حياتنا كانت صعبة قوي، لانه يعني بنعمل كارير صعب قوي. انا كنت في الاول اكتر طبعا مع الولاد، ما كنتش عايزه اجيب بيبي سيترز او كده. يعني ولادي عايزاهم انا اللي اربيهم يبقوا زيي، يبقوا شبهي، ما ضيعش اول مره بيمشوا، ما ضيعش اول كلمه، يعني ولادي فترات بالظبط. وده كان صعب جدا بالنسبه لي على فكره، لان انا مش حد بيقدر يقعد في البيت خالص، وبحب يعني على طول انا يعني كنت منطلقه جدا 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 قبل ما اتجوز، فاتكتفت يعني. المهم ونير كان بيشتغل كتير جدا جدا جدا، هو لسه بيشتغل كتير جدا بس يعني قل شويه عن بدايه حياتنا. فكنا مثلا نيجي يوم الجمعه مثلا عايزه اروح الكنيسه، نير مش قادر من كتر التعب، فلا يعني، وما كناش دايما بنصلي مع بعض. طبعا كل واحد بيصلي لوحده، بس مش دايما بنصلي مع بعض، ومش دايما كنا بنروح الكنيسة غير لما الولاد كبروا حبتين 3 يعني. بس السؤال اللي بعده، اني واحد بقى، اضرب العالي، نور العالي. ازاي بتميز نور ربنا من افكارك الشخصية؟ سؤال صعب. احيانا بركب اصلي يعني ارادتي الشخصيه بركب عليها اراده ربنا، وربنا اللي عايز كده، ما هو اللي عمل مش عارف ايه، بس دي انا ده انا اللي بتكلم هنا، دماغي اللي بتقول. الفكره المريحه في الموضوع ده ان انت لو مشيت غلط، ربنا كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، وهيجيبك تاني او هيمشيك في السكه دي ويفتحها. فدي اكتر فكره مطمنه. طبعا لما بتقرا البايبل كل يوم انت يعني بيجي لك تدريب، بتتحول مش entirely يعني مش بالكامل، بس بتتحول شويه لفكر قريب شويه من فكر ربنا، او يعني. وطبعا لو في الحاجات الفيصليه في الحياه، صلاه بقى، صوم، نقف، يعني whatever، لغايه اما نعرف فعلا ربنا عايز ايه. بس غير كده يعني لو ناير هنا كان هيقول لك انا مش بصدق في الحاجه دي، انا بصدق انه انت تمشي وربنا يوجهك يمين، لان ده كانت دايما الحاجه اللي حمايه بيقولها. حمايه ناجي جميل لو تعرفه. ايوه. كان دايما يقول له انت تمشي الاول وبعدين ربنا يعرف يوجهك، انما لو انت واقف ربنا مش هيعرف يعني. طب مش هيعرف، بس هو كان بيمثلها بالمركب. لو انت ماشي بالمركب وشويه هوا هيجيبوك يمين، شويه هوا هيجيبوك شمال، لكن لو انت اصلا واقف مش هتعرف تغير الاتجاه. يعني ده شويه الكونسبت على فكره شبه بعضه يعني. ما رحناش بعيد يعني. هو بس طريقه تنفيذ مختلفه في رايي يعني. هو عايز يبقى ماشي وياخد الارشاد من ربنا. ايوه يقول له ازاي، مش هقف استنى الارشاد والا مش هتحرك.
يعني انا ببقى عايزه حاجات كده واضحه قوي، زي كده الحاجات اللي حكيت لك عنها بالنسبه للكارير، حاجات كده كبيره وواضحه، وناير بيبقى رايه نمشي اكمل وربنا يلاقي ربنا هيوفقك. بس اخد سؤال تاني يلا مش عارف، مش هيتاخر ليك، قربنا نخلص الاسئله يا جماعه. مش معقول. اخد ايه؟ شد فرامل. هل شايف ان الفرامل ممكن تكون بركه؟ الفرامل ايه بقى؟ فرملتي قبل كده؟ يعني في حاجه كنت رايحه وشديتي بقى الهاند بريك. ده في الحقيقه ولا في لا قول لنا في الحقيقه الاول. طيب عايزين نسمع من التريلا. انا بكسر على التريلا لا في الحقيقه كنت بعمل حاجات خطر قوي وانا صغيره، اخاف اقولها دلوقتي. يعني ما كنا راكبين العربيه زمان انا ونير، اللي هو ممكن اشد الفرامل في نهار ابيض. واحنا صغيرين. ما بقول لك انا كنت منطلقه قوي زمان. انا مش مصدق ان الجواز ده استمر 28 سنه. شفت بقى؟ يا عيني. لا بس دلوقتي الراجل هيقعد هنا هيقول كلام. مره غميت له عينه وحاجات كده. بس ده احنا صغيرين. انت الجانب الشقي اللي في العلاقه دي، صح؟ اكيد. بحس ان هو كده يبقى يعني وقور كده ومايسترو. وانت بتغمي له عينه وهو سايق. ايوه بص انا عموما مش بعمل حاجات فجائيه او عنيفه. بفضل اصارع في الحاجه. يمكن دي حاجه مش كويسه على فكره، يعني مثلا لو في علاقه مش قوي افضل اصارع، عايزه اخليها احسن. طب ما دي مثابره، ما انت اتكلمت عن مثابره من شويه. فاي ثينك ان دي مثابره بالظبط. لكن حاجه يعني مره واحده اوقف وكده، كان لازم خطر بقى، في حاجه خطر فانا هشد وهقف ونشوف هنعمل ايه. حتى مش فاكره حاجه معينه، بس حتى لو عملت كده في فتره انا ما بعملش كده خالص دلوقتي. يعني الاستمرار، السعي والمثابره هي سيده الموقف. بالظبط. رائع. اللي بعده انت بتجاوبي بسرعه وبجرأه، دي حاجه حلوه. والاسئله لو خلصت معانا 100 سؤال هناك ما يهمناش. مشكله انا جاهزه. اوكي. اشاره حمراء، لما تتاخر استجابه الصلاه بتحس بايه؟ احنا لسه كنا بنتكلم عن الصلاه من شويه. كنا بنقول في احيانا الحاجات بتقعد سنين ما بتتغيرش. ايوه. طب لما بيتاخر بقى تحسي بايه؟ بتضايق، بحبط، بعيط، بتخانق، كل الحاجات. بكمل. بكمل بس بيبقى صعب يعني. بس انا عارفه انه لازم امشي لقدام وننسى ما ارى ونتقدم لقدام، وان ربنا عامل لنا اكتر حاجه بتطمني برضو ان ربنا عامل يعني لاننا نحن اعماله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. صح. دول بقى اللي انا يعني عايشه بيه ماي جوي. يعني فين بقى هعمل ايه؟ واتس نيكست؟ انا بزهق كمان، خلي بالك. فاول ما اخلص حاجه، يعني مثلا عندي كونسرت مهم قوي وخلص، بخاف. ايوه ايه اللي جاي؟ يعني ايه اللي جاي؟ فاهم؟ فعايزه اعرف ايه اللي جاي، وعايزه اشوف ايه الاعمال الصالحه وايه الحاجه الانترستنج. يعني بعد برضو ما اولادي مشيوا اتخضيت شويه كده في الاول. بقاله قد ايه؟ كبير بقاله 8 سنين في المانيا. الصغير بقاله بس من سبتمبر اللي فات، يعني ما كملش. مع اخوه هناك؟ كل واحد لوحده. بس نفس البلد؟ لا برضو يعني هم في المانيا بس كل واحد في المنطقه. في الاول اتخضيت قوي، حسيت انه يعني حياتي خلصت. اصل انا كل الباشن ده بتاع الغنى وكده في حته، وعيالي بقى وبيتي في حته تانية خالص. يعني ده دايما نمبر 1. طبعا الغنى حياتي وكل حاجه، بس هم الاول. فلما مشيوا اتخضيت، انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اتخضيت. يعني حسيت انه يلوز كده بالانس شويه، تفقد توازن. تبقى مش عارف المفروض شكل الحياه يبقى عامل ازاي، او خفت انه يبقى مفيش حاجات جديده او اكسايتنج هتحصل. وانا بحب دايما في متغيرات وحاجات تبقى مثيره كده وجميله. بالظبط. بعدين ولقيت بقى بعدها، وبعدين طلبت من ربنا حاجات يعني ما تتعملش قوي. اوكي، طلبات صعبه ليها علاقه بشغلي، عايزه كذا وكذا وكذا وكذا، واغني بره واسافر يعني. اوكي، فبقول لك طلبت بقى حاجات يعني المفروض ما ينفعش تحصل، وحصلت اول شهر. انا بالذات طلبت ان انا اغني بره واسافر كتير. انا شخصيتي مش بحب اسافر خالص، مش تبقى عارف. تطلبي ليه حاجه؟ احنا مامي كانت بتشتغل في مصر طيران، فكنا طول عمرنا بنسافر كتير قوي واحنا صغيرين. وبعدين كنت مش عايزه يعني خلاص انا مش بحب اسافر. كنت
وبعدين غالبا احتجت يعني تغيير كبير بعد موضوع ولادي ده، وكان نفسي اجرب اعمل الشغلانه دي في بلاد من يعني الحاجه دي مفهومه فيها اكتر، او متقدره فيها اكتر، او يعني بلادها بقى. فطلبت بقى الطلبات الصعبه دي، ومن اول شهر بقى يعني حاجه ورا حاجه ورا حاجه. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. اخرهم كانت ان انا كان عندي 3 حفلات الشهر اللي فات في المانيا، وده بالنسبه لي يعني انا بحب المانيا عشان انا كنت مدرسه الماني وعيالي، وبرتاح في الطريقه في الجو ده. برتاح في الالتزام والبساطه. هم بسطة جدا على فكره، عكس مع ان احنا بنبقى فاهمين ان هم كده. هو ده من كتر البساطه الحاجه بتطلع دبش يعني، فاهم؟ وانا كده شويه. لا خالص شويه خالص، ما عدا تمتم طبعا، بس يعني ايوه. فيعني فانا كنت فاكره انه حياتي خلصت او حاجه، فلقيت بقى في حاجات very exciting لسه هتحصل، اللي هي تمشي بقى بقول لك مع الآية دي، اللي هو اوريدي محضر حاجات كأنك كده. يعني مثلا رحت لحد ومحضر لك الاول هناكل ده وبعدين هنعمل ده وبعدين هنخرج نتفسح، او مثلا في الهاني مون جوزك محضر لك حاجات، فاهم؟ فبيبقى exciting بالنسبه لي يعني. اوكي، اللي بعده احنا كنا فين في انهي مش حته؟ عارفه. لما تاخر استجابه الصلاه بتحس بايه؟ ما هي دي بقى كنت بقول انه بتضايق وبزعل وبتاثر وبتخانق وبكمل، عشان انا عارفه موضوع الاعمال الصالحه اللي ربنا سبق في عملها. فهمت. ولما بتحس ان يعني الدنيا بتقفل شويه، ممكن ربنا في وقت معين يشجعك شويه زياده عن الطبيعي. مش عارفه بعد كده يعني اكمل تشجيع ولا هيحصل ايه. ده واحده بتقول له عايزه كذا، اتفضلي يا حبيبتي، عايزه كده بروحي يلا. هو مش دايما كده، بس يعني في الاوقات المحتاجه بجد بيبقى كده. هو عارف ازاي بيكلمك وعارف ازاي بيتعامل معاك. أيوة. واعتقد ان ده واحده من الحاجات اللي حلوه في الهنا، انه انا عارفه لما يبقى حد عنده عيل، ايوه، فبيكلمه بطريقه اللي هو عارف لا تنفع مع ده، بيحب التشجيع ده، بينفع أيوة. ده لازم اوجهه. أيوة. واشجعه بعد كده، او ده بيحب ان انا اطبطب عليه وبعد كده اقول له اعمل الواجب. بالظبط. فانا بعتقد ان رب بيعمل معانا كده بطرق طبعا اعمق من كده بكتير، لكن هو فاهم الطريقه بتاعتنا، مش لازم هي طريقه موحده لكله امشي بيها. هي مش موحده خالص. هي كل واحد مختلف. انا بشوف كده بقى مع عيالي، يعني ربنا بيتعامل مع عيالي ازاي بكل بقى المشاكل والتحديات، كل حاجه يعني. كل واحد بطريقه مختلفه خالص. هو صراع برضه، يعني مش عارفه احنا العيله احنا بس اللي بنصارع ولا بقيه الناس بتصارع؟ كله بيصارع، ما تقلقش. بس مختلف، والطريقه مع ناير غير معاه، يعني كل حد مختلف تماما. ودي بصراحه حاجه حلوه، يعني تخليك تحس ان انت سبيشال كده. طب اللي بعده، اظبط مرايتك. ايه اكتر فتره كنت حاسس فيها انك بعيد ورجعت بعدها بقوه؟ بص كده في المرايه تشوف فيها بتاع زمان ده. سيبك من السؤال الغريب شويه، غريب. خلينا في حته انه ببص ورا بشوف قد ايه انا كنت في الماضي عامل ازاي، ودلوقتي حصانات الرب معايا انا كنت فين وبقيت فين. شوفي ده ازاي. هل كنت متخيل، طب ما سؤال، هل كنت متخيل ان تبقي في الحته دي في روحيا وفي شغلك ومع الاولاد وفي البيت؟ الكلام ده من 20 سنه كنت تتخيل ان تبقي هنا دلوقتي؟ او لا؟ ممكن تقولي على فكره. طبعا. تخافش. قلت لك جريئه. انا عاده متفائله قوي، دي ساعات بتبقى مشكله ان انا دايما ببقى عندي great expectations، يعني هيحصل كذا وهيحصل كذا تقع على الدور. بالظبط دايما كده. عكس برضه جوزي خالص، هو دايما يعني بالراحه بيبقى عندي expectations، بالعكس بيبقى عندي expectations ان هيبقى احسن من اللي بيحصل. بس هو انت ما بتقدرش تتخيل انت شخصيتك هتبقى ازاي، او الحياه تاخدك فين. بس اللي انا يعني ممتنه ليه انه ان حياتي هي حياتي، لان انا بحب حياتي بصراحه بكل اللي فيها، يعني بكل اللي فيها. انا فكره يعني بتذمر وكده، انا مش يعني حد، مش المثاليه اللي انت متخيلها نوت خالص. بس بحب يعني الاطار الواسع، بحب حياتي، بحب نعمل ايه،
انا وناير. انا بحب عيالي، بحب شخصياتهم جدا بمشاكلهم برضو يعني. بحس انه يعني انه honor او يعني honor يعني امتنان او فخر او ان دول يعني ان انا مامة الشخصيات دي وكده. ف يعني مبسوطة باللي انا فيه. طبعا الحياة ما خلصتش، ممكن تيجي حاجات وحشة وحاجات صعبة، وممكن حاجات تخلص. كمان مش باخد الحاجات مسلم بيها. يعني مش معنى ان انا بينفع اغني دلوقتي ان انا هقدر دايما اغني. ولو اني حاجة دايما بطلبها من ربنا، يعني بليز لغاية ما اموت افضل اغني، يا اما اموت بدري او اغني كتير. يعني عشان دي حاجة هتغني كتير ان شاء الله. مش شرط ان الحياة يعني ممكن تحصل حاجات وحشة، اكيد هتحصل حاجات وحشة. وممكن اي حاجة انا يعني عندي دلوقتي تروح في ثانية، فبحاول مش يعني تاخد الحاجات فور جرانتد خالص، مش امور مسلم بيها، مفيش اي حاجة مسلم مش بيها باخدها اعتباطا كده وخلاص خالص. ده بيخلق جواك شعور بالامتنان للرب ولحياتك. وفي نفس الوقت هل ده بيخوفك ولا بيديكي شعور بالاتكال؟ برضه انا متكله عليك ومتاكده انك هتظبطها لي. لا بيخوفني شويه وانا بتذمر. انا مش يعني انا مبسوطه في حياتي، بس دايما عايزه حاجه تانية اكتر، يعني احسن، عايزه اعمل حاجه احسن او كده. بس يعني هو ربنا بياخدني على قد عقلي بقى، هو الصراع ده اللي مكملين فيه. بياخدني على قد عقلي. حلو. انت قلتي انا بشخص بيتاثر بسهوله، وهحكي لك عن الموضوع ده. ما حكيتليش حاجه. وانا صغيره كنت بتضايق قوي ان انا بتاثر، عشان بيبان يعني بتاثر وبعيط وكده اهو شايف. فكنت بحس ليه يعني مش حاسه ان دي حاجه كويسه. وبعدين لما كبرت بدأت احس ان هي ميزه اكشلي، عشان انا بينفع افهم حاجات او الاحظ حاجات او اشوف حاجات او احس بحاجات 90% من الناس مش بتعدي عليهم. فالحياه عندي بتبقى ايه الكلمه، مش عايزه اقول اعمق، يمكن اعمق، بس يعني عايشاها كلها. فاهم قصدي؟ يعني مش واخداها من على السطح وبجري. شايفه الحاجات، حاسه بيها، عارفاها. طبعا ده بيبقى برضو صعب، بس برضو ميزه مش كل الناس عندها. فاهم؟ صح طبعا. فما بقتش بتضايق قوي ان انا هل ده بيصاحبه احشاء رأفات؟ يعني تبقي حاسه لو اكرم جه قال لك انا موجوع من كذا، تحسي باكرم ده وبتعرفي تديله سبورت معين بما انك حاسه بيه، متعاطفه معاه؟ ولا بس ده انفعال عندك وعواطف عندك جياشه بتطلع مع المواقف وخلاص؟ لا في طبعا امباثي عاليه قوي ساعات. يعني بحس ان انا برضو لازم اتحكم فيها. الشاي وصل مش قادر اتحكم في مشاعري دلوقتي. الاستاذه المعده بنفسها، مره دي او بي ومره المعده بنفسها. المهم مستمتع بالشاي جدا. طب ما خدتش شوكولاته ثانيه؟ انا واخد بالي في البريك في النص لازم تقول. وفي انا لسه هعمل نفسي واحد وصدقيني شايل لك 2 تاني. اوكي هاخدهم. محطة بنزين. هل بتخاف من لحظات الفراغ؟ جدا. انت قلتيها من شويه. ايوه جدا. انا ما بحبش الفراغ ابدا وبزهق بسرعه. واتس نيكست، عايزه على طول. واتس نيكست. وساعات وانا في يعني ساعات هتضحك عليا، ساعات وانا على المسرح لو حاجه يعني مش صعبه كفايه او غنيتها قبل كده بزهق. يعني عندي بالعكس، ده في ناس تقول لك ده حلوه سهله عليا، ده انا حافظها. في ناس مثلا بتغني في حياتها مثلا حاجتين 3 تفضل تعيدهم في العالم الكلاسيكي بتاعنا يعني. انا العكس، انا تقريبا عمري ما قررت حاجه تقريبا يعني. في عملين بس غنيتهم كتير، الموزارت تراكوين اللي هو القداس الجنائزي بتاع موزارت. غنيته كتير فعلا. والصب فلوت الناي السحري اوبرا لموزارت على سلم دول كبير. دول برضو يعني دول غنيتهم كتير. غير كده كل مره حاجه جديده. ومؤخرا بغني حاجات مودرن اللي هي لا قوانين الهارموني بتنطبق عليها ولا قوانين، يعني حتى مش في سلم واحد. يعني احنا مقتنعين ان الترتيله او العمل الكلاسيكي بيبقى في سلم. الحاجات الجديده دي ممكن تبقى في سلمين في نفس الوقت. ايوه. وانت بتغني في سلم والاوركسترا في سلم مثلا. فاللي هو صعبه جدا. انا بقى انت بتحبي ده بقى جدا. يعني الحاجات لما عايزه تحديات طول الوقت. بالظبط. طب في حياتك
لحظات الفراغ في حياتك. ما بحب، بزهق جدا وبتضايق جدا، بحب على طول اصحى اعمل حاجه. ولو يوم فاضي يعني، حتى لو انا تعبانه جدا مثلا ولازم اقعد في البيت، بقعد في البيت وبزهق برضه يعني. طب ده الناس تقول لك ده سلام، ليه؟ ده احساس بالسلام انه الدنيا فاضيه وكده، انت لا، انت عايزه تحدي وعايزه حاجه تتعمل ويلا اللي بعده. بالظبط. بحب اشتغل الراحه بتاعتي بتيجي من التعب، هم عكس بعض. يعني برتاح لما ابقى تعبت كفايه في تشعر اليوم. بالانجاز يعني؟ لا انا مش بهتم قوي بالانجاز، يعني بهتم ان انا ما اضيعش وقت، وان انا عندي حاجه بعملها، وان حياتي يعني تبقى ليها معنى. اوكي. لو بعمل حاجات ملهاش معنى برضو مش بنبسط. يعني لو مش العمل لمجرد العمل. لا مش العمل يعني لو مثلا كمان اكتر حاجه بقى بحس انها ملهاش معنى لما مثلا تخرج تقعد في كافيه او الحاجات دي مثلا، يعني ده كلام فاضي بالنسبه لك. بيزهقني. اوكي. يعني احب اشتغل، ممكن اقعد مع ناس في بيتها نتكلم في حاجه ذات معنى يعني. بس مثلا اخرج اكل او بتاع يعني مش مهتمه. يا جديد الكونسبت ده، بس حلو. طب انبسطتي معانا النهارده ولا حسيتي ضيعت وقت؟ لا انبسطت بجد بامان. انا قبل ما اجي ما انا قعدت افكر وانا بعمل كده ليه. يعني هل انا عايزه الناس تشوفني ولا ايه الهدف؟ فناير برضو ساعدني زي ما قلت لك، قال لي لا، الناس يعني بيبقى كويس ان الناس تعرف افكار حد تاني، او يعني افكار يمكن مش الناس بتفكر فيها كل يوم. ده بتفيد حد تاني او بتعمل فرق في حياة حد تاني. فانا جايه بالكونسبت ده لان انا قعدت اقول طب انا ليه بعمل كده، فاهم؟ ايوه. وطبعا قبل ما اجي برضو يعني صليت ان يعني ربنا بقى يستخدم الكلام ده باي صوره، امين، بحيث انه يبقى حاجه مفيده. انا متاكد ان النهارده طلعنا بحاجات تفرق في حياه الناس اللي بتتفرج علينا. امين. وبنشارك خبرات مع بعضينا ببساطه، ونشوف دينا اللي دايما بنشوفها اون ستيج، نشوفها واحنا بنتكلم عادي ببساطه. وكان ده اللي فارق معايا، قلت لك ده واحنا في الاوف، قلت لك فارق انك بتتكلمي ببساطه بامور حياتيه عاديه جدا، فده رائع. شكرا ليكي. طيب اخر سؤال بقى. يلا. بنقول لو يعني مش هسألك ايه الترانيم اللي بتحبي تسمعها، لان اكيد سمعتي آلاف الترانيم. لكن عايز اسألك عن حاجة مش عارف بقى عشان اشوف وجهة نظرك فيها. ايه رأيك في اللي بيحصل في الترنيمة المسيحية تلك الأيام؟ متأكد انك عايز تسأل السؤال؟ وردي براحتك خالص. هنحط تيت لو تيتي بقى تيت. يعني بص، بحس ان المشكله يعني في المجتمع الكنسي في الوقت بتاعنا ده انه التعليم قليل في المزيكا يعني، سواء الالات العزف او الغنى طبعا، بما ان احنا قلنا ان الغنى ده حاجه بتتعلم، لان في ناس يعني زي ما انا كنت زمان ما اعرفش ان انت ممكن تتعلم غنى. يعني الشطاره في الحاجه يعني، ان الواحد دايما بقول المثل ده، لو انت هتبني كنيسه هتجيب مهندس، مش هتجيب واحد بيجرب يبنيها ونقول بركه ربنا. بس احنا دايما بنعمل كده في التراتيل. يعني مش شغلتك ماشي، هي ممكن تبقى مش شغلتك، بس بتبذل مجهود، بتحاول تبقى احسن، تتعلم. ويعني نفسي نشيل حته بركه ربنا، طبعا كل حاجه ببركه ربنا، بس يعني ما يبقاش الاساس اللي ببني عليه ان ربنا هيكمل. لا انا لازم اتعب، لازم اجتهد، لازم يقول لك يا اخونا النعمه تغطي. لا ما بحبش. بدليل ان ربنا ما كانش بيقبل الذبائح اللي مش عاجباه. مظبوط. يعني الذبيحه الحقيقيه الحيوان يعني ربنا ما كانش بيقبلها. المعيوبه ما تنفعش، فما ينفعش احنا نقدم ذبيحه حمد معيوبه، مش هيقبلها. يعني احنا بنضيع وقتنا، فاهم قصدي؟ يعني بنفتكر ان احنا بارين، واحنا يعني طبعا انا نفسي طبعا ينطبق عليا نفس الكلام. انا مش عايزه يعني مش جايه اديني مفهوم، بس انت جايه بتقولي الكتاب بيقول احسنوا العزف بهتاف، فلازم تحسنوا، مش جايين يلا الفضل عندنا من اصواتنا ومن مواهبنا اللي مش عايزين ننميها. ما ده مثل الوزنه اللي اتطمرت مثلا. لازم نتعب في الحاجه يعني. ربنا عامل
قانون من قوانين الحياه، ان اللي بيجتهد بياخد ثمر. فاللي هو زي الوزنات وزي حاجات كتيره في يعني يسوع نفسه كان بيشتغل برضه، هو ما كانش قاعد انا جاي هنا عشان افدي البني ادمين فمش هشتغل، هو كان بيشتغل وفي حاجه مش روحانيه خالص يعني. أيوة. نجار اوكي، بس كل واحد لازم يتعب في الحاجه اللي هو قرر يعملها. سواء انا عشان كده بقى بقول لك مفيش فرق ما بين ده شغلي او ده خدمتي او دي هوايتي. اللي هعمله كويس مظبوط. فبالاولى بقدم ذبيحه لازم تتقدم عدل. برضو انت حاسه انك كده جاوبت يعني اجابه صعبه؟ لا يعني ده انا كنت عايز بسالك ايه رايك في اللي بيحصل في الترنيمه. متضايقه؟ بتضايق مثلا لما يبقى حاجه بتتعزف والدرامز ماشي عكس البيت، ما بعرفش بتحصل مش كتير بس بتحصل. الدرامز جاي عكس البيت دي يعني مش عارف اشرحها. يعني النبض الطبيعي للحاجه. أيوة. الريتم الطبيعي كده. لا مش الريتم، النبض. النبض ماشي. الريتم السرعه. اوكي. التيمبو مش التيمبو، انت بتتكلم على الريتم والتيمبو حاجه. النبض مثلا حاجه وحد عامل لك عكسه تبقى مش عارف خليجي. لا الخليجي دول شاطرين جدا. بس قصدي يعني تبقى يعني هدف التسبيح بيضيع. انا هدفي ايه من يعني هعترض او مش هعترض ليه؟ انا عارفه اسبح او مش عارفه اسبح. اوكي. ده على مستوى المزيكا، على مستوى التراتيل في الكنيسه. ايوه مزيكه الترانيم. طيب الكلمات والحاجات دول اصلا ما بتتابعيش بقى كنت بزيت. لا نفس الحاجه يعني. قصدي الهدف ان احنا نعرف نسبح ربنا. هل الكلام يعني يليق بالظبط؟ كتابي ممكن قوي يعني ممكن ساعات بيبقى في مشاعر كتيره ممكن نحس بيها، بس انا ما اعرفش لو انا عايزه اذاعها للناس ولا لا. فبتبقى عامله زي كاني بغني اغنيه رومانسيه طلعت في شكل ترنيم. انا مش بتضايق من الاغاني اسمها ايه بقى، مزامير وترانيم واغاني روحيه. قول لي الايه. تراتيل وتسابيح واغاني روحيه يعني اتس فاين ان في اغاني، بس قصدي يعني هي مسؤوليه كبيره قوي. اللي بيكتب ترتيله ده يعني لازم تبقى عندك برضو جرين لايت من ربنا. بكتب ايه، بقول ايه، واساعد اللي قدامي ان هو يصلي. لو المزيكا بتخرجني عن الصلاه يبقى المزيكا فيها حاجه مش مظبوطه، حتى لو هي حلوه جدا. انا ما اعرفش يعني لو هي حلوه جدا في ذوق حد يعني برضو لا. كلام الاصوات. انا يعني بحكم شغلي عشان انا مدرسه برضو فانا فاهمه الموضوع. مش قصدي فاهمه، انا كمدرس انت شغلتك انك تشوف ايه العيب عشان تصلحه. مدرسه غنى يعني. فلما بسمع حد بيغني او بيرتل انا مخي اوتوماتيكلي بيطلع الغلطات طبعا. علشان شغلتي كده مخ انتقادي عشان بدرس. ما انت لازم تعرف هتغير ايه. فغصب عني يعني لو في حاجات كتيره ممكن تتحسن مش بعرف ارتل. فاهم؟ حاسه ان في حاجه غلط هنا يعني. غصب عني مخي بيروح للتعليم مش للتسبيح. فانت لما تعمل حاجه بحرفيه يعني تساعد اللي قاعد ان هو يسبح، يعرف يسبح. وصلنا والشمس غابت مننا يا دينا. بس مش كل حاجه وحشه عشان طبعا لا مش بتكلم في كده. انا بتكلم في المجمل العام. واعتقد معظمنا عندنا نفس الانطباع يعني. اوكي. شكرا يا دينا جدا. انبسطنا معاكي وانبسطت بالرايد دي. يمكن عمرنا ما قعدنا حكينا بالطريقه دي بالوقت ده. انبسطت بالبساطه، انبسطت بالاريحيه والكلام معاكي. اتمنى كمان انت تكوني انبسطتي، ما نكونش ارهقناكي. لا خالص انبسطت ارهقناكي. احنا جبنا لها شوكولاته وشاي كرك ويعني دلع يعني. لا ثانك يو على الشاي والشوكولاته والحديث والبني ادم. اشكرك انبسطت اني اتكلمت معاك. وانا كمان جدا. ان شاء الله تبقى مش اخر مره. لا اكيد هنطلع رايدز من دي كتير. شكرا ليكي جدا. سلمي لي على المايسترو لحد ما يجي يقعد هنا ونتاكد من كل كلمه اتقالت. ما تقلقش.